بعض الناس بتتعين على وظائف فنية، ولكن مجرد ما بيتغير المرتب بينتقلوا إلى وظائف إدارية أو وظائف كتابية، وده اللي خلى أنه الجهاز الإداري متضخم بعدد الكتبة، عدد المكاتب، وبيخلو دائما من الفنيين أو من المبدعين. إيه تاني يا دكتور اعتراضات على القانون من أو ليه أسباب الاعتراضات؟ في يعني فهم خاطئ إن في إن السلطة المختصة اللي هو الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة له الحق في ان هو يحيل الموظفين الى المعاش. أيوة. وده اعتقاد خاطئ. نمرة 2 في معاش اختياري. في ناس كتيرة فاكرة ان المعاش ده اجباري. معاش اختياري فوق ال50. فوق ال50 احنا كان عندنا حلم في مادة بتقول اللي فوق ال55 عايز يطلع معاش يطلع معاش وتتسوى حالته. التعديل اللي تم قال من 50 ل 55 لو خدم سنة في الدرجة اللي هو فيها وعايز يطلع معاش يترقى للدرجة التي تعلوها، وبعدين الحكومة تدفع له 5 سنين معاش أو ليتم ال55 أيهما أقل تدفع له 5 سنين تأمينات. فطبعا دي جديدة. حلو. وفيها ميزة كويسة جدا، وهم خدوها أسوة بالقوانين بتاعة الكادرات الخاصة في القوات المسلحة والشرطة، وهو طالع معاش بيترقى. صحيح. فخد ترقية. وبعد ال55 بتضاف له لمدة الخدمة دي في التأمينات، والحكومة بتدفعها. يعني كأنه اشتغل 60 سنة كأنه اشتغل لغاية 60 سنة وياخد معاش كامل. اختياري. الناس فاكرة ان دي في سلطة إجباري. السلطة المختصة او اجباري او حد يقدر يجبر واحد. لا، ده اختياري زي القانون القديم. في مادة في القانون بتقول ان احنا لما نيجي نرقي الناس اللي بتيجي تترقى في نسبة بالاختيار. يعني اللي استوفى الشروط في ناس بنرقيها، لكن في نسبة بالاختيار. النسبة اللي بالاختيار دي موجودة في القانون القديم. موجودة في القانون القديم من الدرجة السادسة لل5 10%، ومن 5 لل4 15%، ومن الرابعة للثالثة 20%، ومن الثالثة للثانية 35% و25%، ومن الثالثة للأولى ومن الثانية للأولى 40%. ده القانون القديم. القانون الجديد حاطط نفس النسبة. فالناس فاكرة إن ده هيدي فرصة للواسطة والمحسوبية إن هو ده موجود في القديم وموجود في الجديد. بس كمان كانت الترقيات المفروض بتتم طبقا لما يسمى بالتقارير الأداء بالنسبة للموظف، وزي ما انا عرفت مره من رئيس الحكومه انه 90% من الموظفين بياخدوا امتياز. اكتر من ليه يا فندم بياخدوا 95% امتياز يعني. طب ما فيش حد ليه بياخدوا امتياز؟ اولا جدول الاجور حسب القانون القديم جدول يعني غريب جدا. يعني شغل الدرجه السادسه الاساسي بتاعه 35 جنيه، والعلاوه السنويه بتاعته جنيه ونص. شغل الدرجة الخامسة الأساسي بتاعه 36 جنيه، والعلاوة الدورية بتاعه العلاوة الدورية بتاعته جنيه ونص برضه. شغل الدرجة الرابعة 48 جنيه 38 جنيه. شغل الدرجة الثالثة 48 جنيه. هو بيقبض كام؟ بيقبض مثلا شغل الدرجة السادسة اللي هو أساسي 35 جنيه بيقبض حوالي 1000 جنيه. فالأجر الأساسي 20% من إجمالي الدخل. ودي حاجة غريبة جدا. بقية الفروقات دي نتيجة لأن العلاوات كانت ضعيفة جدا وما بيغيروش جدول الأجور. جدول الأجور كان لازم يتغير. صحيح. فبيدوا علاوات كل سنة وصلت لحوالي 400% للعاملين في المحليات. الحوافز اللي هي الإضافية دي 40% وصلت 400% للعاملين. فهو بيتقاضى 1000 جنيه منهم أجر ثابت 200 وال800 مكافآت. ال800 دول على الرغم من ان المرتبات مش كبيره نتيجه اعداد كبيره موجوده في الجهاز الاداري للدوله متوقفه على التقارير في بعض بنودها. فعشان هو يضمن الحصول على كامل دخله كل شهر لازم ياخد امتياز. فيدوا له امتياز عشان بس القانون الجديد قلب الموضوع. خلى الاساسي 80% من إجمالي الدخل، وال20% حوافز تتوقف على الأداء. وخلى نص على إن
الحاصلين على امتياز يكتب اساميهم في لوحه الاعلانات بمبررات، وعليهم نسبه معينه، ولهم وفق المنحنى الطبيعي 10% يعني 15% وفق المنحنى الطبيعي اللي هو الجوسن ديستريبيوشن، وناصص عليها بماده في القانون. فانا لو اثرت عليه هاثر على 20% من اجمالي دخله، لكن مش هاثر على 80% من اجمالي دخله. فدي كلها امور جيده جدا جدا كنا بنحلم بيها. واحنا يعني كل ما كنا نيجي نفكر نعمل قانون جديد، وانا ممكن اعرض على حضرتك 20 مسوده قانون جديد بنتقدم بيها وما بنقدرش نمررها نتيجه لظروف كتيره جدا جدا جدا، وينتهي الامر الى تعديل. والتعديل لما بنعمل تعديل في ماده وبقيه المواد زي ما هي بيبقى خلل في القانون كله، بيبقى انبعاج. الميزه في القانون ده قال انه هو يعني يجب ما قبله، مش كده؟ بالظبط، يعني كده. نلغي اللي قبله كله. بالظبط. ودي يمكن ميزه في التشريع كويسه. ايوه، في احكام انتقاليه. الاحكام الانتقاليه دي في برضو مشكله موجوده عند الحكومه وعند الناس، اللي هي الرصيد النقدي البدل للاجازات. أيوة. الناس اللي بياخد اجازه ما كانتش بتتسجل وما كانش فيه الزام بتسجيلها، فكل واحد طالع معاش يقول انا بقالي 38 سنه ما باخدش اجازات، فياخدهم فلوس بدل نقدي. في واحد ولازم يقدم كيس باي كيس، يروح المحكمة شخص بشخص يرفع قضية. دلوقتي احنا قلنا ايه؟ اللي فات ده له اسلوب معالجة وهياخد حقه فيه. الجديد ان هو اجازته يتقدم بيها كل سنة، لما يتقدم بيها السلطة المختصة لها الحق تستبقيه تلت الاجازة بس. فكل 3 سنين هتستبقيه اجازة سنة، ويعوض ماليا عنها اذا استبقته السلطه المختصه. الاجازه حق لصاحب العمل وحق للعامل نفسه والموظف. ولازم انا كصاحب عمل عندي عامل لازم عشان يجدد نشاطه ويفصل بين العمل المتواصل. ففي ناس بتعمل وتاخد اجازات وتتقدم بطلبات، وفي حالات كتيره جدا جابوا ورق خدوا حكم المحكمه ب1000 يوم 1100 يوم، والاول جاب حكم ب100 يوم ورجع غير الورق لما لقاه خد حكم ب1100 يوم. الورق بيطلع بشكل مش قانوني وبيطلع وما كانش فيه الزام من الاول على ان تسجيل الاجازات. فده برضو المشكله دي اتحطت لها حدود. الحوافز الاضافيه هي اللي عامله احتقان داخل الجهاز الاداري للدوله. 2 متخرجين بنفس التقدير وبنفس المؤهل الدراسي وفي نفس السنه وتعينوا في نفس اليوم، واحد اجمالي دخله 1000 جنيه وواحد اجمالي دخله 3000 جنيه، عشان ده بيشتغل في جهه الحوافز اللي فيها السلطه المختصه في الجهه قدرت توفر له حوافز 2000%، والتاني السلطه المختصه موفره له حوافز 400%. فدلوقتي الحوافز الاضافيه بقرار من مجلس الوزراء فثابته، فهتبقى شبه ثابته. طبعا في تخوف ان الناس دي دخلها هيقل، محدش دخله هيقل، هياخد الاساسي ده جزء من الاحكام الانتقاليه. ايوه يا فندم، كل واحد هياخد نفس مرتبه، وهيزيد العلاوه الدوريه بدل ما كانت كام؟ كانت 1.5 جنيه للدرجه السادسه، 1.5 جنيه للدرجه الخامسه، 2 جنيه للدرجه الرابعه، 3 جنيه للدرجه الثالثه. اعلى واحد بياخد اللي هو وكيل اول وزاره 6 جنيه وربع في السنه. دي العلاوه. لا، العلاوه بقت على الاجر، يعني بياخد سندوتش فول في السنه. ايوه يا فندم بالظبط، اشتغل طول السنه فياخد علاوه دوريه سندوتش فول. بقت العلاوه 5% من الاجر الوظيفي اللي هو 80% من اجمالي الدخل. فده هيحقق المساواه ويقلل الاحتقان بين العاملين في الجهات المختلفه للجهاز الاداري للدوله. في طلع حاجه يقال ان هناك جهات مستثناه من القانون. ايه هي الجهات دي؟ لا يعني العاملين في الجهاز الاداري للدوله